والله انا ما اقول الا على هالتنظيم هذا وعلى هالبطوله اللي بتصير واللي ادري بتصير سيله بعد ما وانا قاعد اتكلم على كاس العالم. تذكرون 4 سنين ورا على قطر شو قالوا؟ اسوأ تنظيم ضد حقوق الانسان، دول عربيه فاشله، واخذوا من هذه الدعايه الغربيه اللي صارت على حكومه قطر وشعب قطر بكبره، ومو بس كذي حتى على العرب اصلا في شارج يعني. المهم وطلعنا بنسخة أفضل منها ما في، واليوم احنا قاعد نشوف تنظيم كأس العالم مقام على 3 دول، وإلى الآن ما قلنا يا فتاح يا عليم، وقاعد نشوف المسخرة اللي احنا شهدناها. ما نكثر من الحكي وايد، بس شوفوا كأس العالم هذا إذا ما كان غطى حق أعمال النجس الدكتاتور البرتقالي اللي ماسك أقوى دولة بالعالم علشان يسوي بلاوية في كوبا ولا بالخليج، هذا وجهي والله العظيم، تذكروا كلامي هذا وجهي. ويستفيدون هو ماكينته الإعلامية بأنه يسوون أو يستخدمون أو يستغلون أي بلبلة ممكن تصير علشان تغطي على بلاوية. تنظيم راح يكون فاشل، ما في تجهيزات، الفرق اللي قاعد تدش يفتشونها يطردون اللي يبونه ويخلون اللي يبونه، لاعب منتخب يحبسونه 7 ساعات تحقيق، حكام ما يدخلونهم بكيفهم، مسخرة. وصدقوني الانجاز هذيل ما يسوون الحركات الا علشان يغطون بلاويهم اللي بتصير برا. وتذكروا كلمتي، اذا البويه البرتقاليه ترامب ما طلع بكاس العالم ويبي يشيل الكاس ويصور اكثر من اي لاعب بالعالم ويسوي نفسه احسن بليه، هذا وجهي، تذكروا كلامي.